عندي صديق أخبرني بقصة غريبة، إنه في رجل الله عز وجل رزقه ولد، وبعد فترة رزقه بنت. فكان الولد تقريبا عمره 6 سنوات والبنت أو 5 سنوات أو 4 سنوات، أنا هكذا الطفل ما لا يكاد يستوعب. والبنت عمرها 3 شهور أو 4 شهور. وكان الأب لما البنت تبكي يقول، يمزح ويقول خلوها تبكي، هذه بنت تستحق نحرقها بالنار. ودائما يكرر هذا الكلام، يقول لأمه يقول للناس والولد الصغير اسمع، سيبوا هذا بنت يعني كانوا يحرقوها بالنار، تستحق انه نحرقها بالنار. في يوم من الأيام خرجت الأم وما كان الأب موجودا، والأم راحت عند الجيران تقريبا وبكت البنت. الأم قالت لولدها انتبه لأختك، فبكت البنت. فما كان من هذا الولد إنه أخذ الغاز وصبوا على البنت وأشعل النار واحترقت البنت وصارت كارثة. وجاء الأب وجاءت الأم وقام الأب ضرب الابن ضرب شديد حتى فقد الابن عقله وصار مجنونا بلا عقل ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبتين صارت بسبب جهل هذا الأب. يا جماعة الخير انتبهوا انتبهوا، يا أخي هذا الطفل ما يستوعب. بعض الكلمات خطيرة في تربيتنا للأبناء، انتبهوا. فالطفل لا يميز بين الحق وبين الخطأ، بين الصح وبين الغلط، بين الحقيقة والخيال، انتبه. طفل صغير تقول له هذا الكلام، قام صب الغاز وحرق البنت، لأن أبوه يقول حرقوها بالنار، هذه بنت صغيرة سيبوكم منها تستحق أنه نحرقها بالنار. فأحرق الابن أخته بسبب جهل هذا الأب. وقام الأب ضرب الابن إلى أن فقد الابن عقله وصار مجنون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن طوارق الليل والنهار. نحتاج إلى أن نتنبه. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.